هنتكلم مع بعض النهارده على الاكاونتنج ايكويشن، المعادله المحاسبيه. المعادله دي بقى اللي هي ايه؟ المحاسبه كلها في المعادله دي، يعني كل علم المحاسبه جوه المعادله دي. الاسيتس، الاصول بتاعه الشركه بتيجي من مصدرين، يا اما اللايبيليتي زائد الاونرز ايكويتي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ المحاسبه ما بتخرجش بره المعادله دي. يعني احنا هنقعد نحرق في المحاسبه من هنا لمثلا 6 7 شهور 10 شهور على حسب ما انت تخلص براحتك. هتلاقي كل شغلنا ما بيخرجش بره المعادله دي. بنقعد ندرس كل بند من الحتت من المعادله دي بالتفصيل الممل علشان تعرف تسجل كل حاجه في الشركه. يعني ايه؟ يعني المحاسبه هي دي، هو ده التسجيل المحاسبي. يعني ما تفتكرش ان المحاسبه معقده، هي لو انت فهمت دي انت فهمت المحاسبه خلاص. لو انت فهمت دي انت كده فهمت المحاسبه. هي دي الميزانيه زي ما احنا هنشوف مع بعض. لو انت بصيت على اي ميزانيه هتلاقي هي دي، هي الاسيتس واللايبيليتي والاونرز ايكويتي. اسيتس لايبيليتي اونرز ايكويتي، هي هتبص على اي تقرير محاسبي هتلاقي فيه دول الميزانيه العموميه بتاعت الشركات. فدي اسيتس، يعني اي حاجه هتجيب منافع للشركه في المستقبل اسمها اسيتس. فلو انا عندي كاش ما ده هيجيب لي منافع في المستقبل، يبقى ده اسمه اسيتس. ليا فلوس عند عميل بره هيجيب لي فلوس او منافع هتجي لي في المستقبل، هيبقى كاستمرز، بنسميه اكونت ريسيفبل عملاء. يعني اكونت ريسيفبل، اكونت حساب، ريسيفبل هيجي لي حساب عميل يعني هيجيب لي فلوس. لا فده يعتبر انفنتوري، عندي مخزون انفنتوري. عندي كارز، عربيات هتجيب لي منفعه، مخزون هبيعه فهيجيب لي منفعه في المستقبل. عندي عربيات هستخدمها هتجيب لي حاجات. عندي ايكويبمنت، معدات خط انتاج مثلا. عندي ماشين، عندي مكن، وهكذا بقى. يبقى كل حاجه هتجيب لي منفعه في المستقبل اسمها اسيتس. الاسيتس ده بيجي من مصدرين ما لهمش تالت. فاكرين اللي احنا قلنا عليه قبل كده اسمهم كريديتور، واحد مديني قرض كريديتور، او انفستور ده مالك في الشركه بيخش شريك معايا، او كريديتور مديني قرض، سواء قرض حسن مش من غير فايده او بقرض هياخد عليه فلوس عليه فايده. فبالتالي اي اصل من دول انا مش هعرف اجيبه غير لما يكون جاي لي من مصدرين، من واحد من دول. طيب اللايبيليتي، انا عليا فلوس لمورد. احنا قلنا هنا اكونت ريسيفبل، ليا فلوس عند العميل جايه من بره. هنا اكونت بيبل، انا هدفع للعميل، هدفع للمورد. فده حساب مورد جاب لي بضاعه بس لسه ما خدش فلوسها، فعليا التزامي. البضاعه موجوده اهي، جات لي اسيت اهو، بس جه من مين؟ من مورد. عليا التزام ليه لسه ما دفعتهوش. طب انا جالي كاش، مين اللي حط لي الكاش ده؟ المالك. يبقى هنا كابيتال. يبقى دي المعادله المحاسبيه. انا جالي فلوس من مين؟ هل خدتها قرض من بنك؟ يبقى التزام لايبيليتي. لا والله ده المالك اللي حطها، يبقى الكابيتال هنا. هو يعني ما احنا قلنا هيبقى في فصل ما بين المالك وما بين الشركه. دي الشركه، فالمالك واحد من بعيد جاي اهو حط فلوس في الشركه، ففلوس جت اهي في الشركه. جت من مين؟ من المالك. ما هو انا المالك بعيد فحط فلوس في الشركه، جاب من المالك. والله جالي مخزون، جه من مين؟ جه من المورد، جاب لي بس ما خدش فلوس فلسه عليا التزام ليه. هنفهم المعادله دي بالتفصيل الممل طول ما احنا شغالين. هنفهمها احنا هنا كده مع بعض، هنفهمها لحد ما تستوعبها وتشربها وتفهم هي ايه دي بالظبط. بس انا عايزك تفهم ان في 3 بنود. اصول اي حاجه عند الشركه هتجيب منافع من وراها في المستقبل. التزام، عليا التزام لحد هدفعه. موظف اشتغل عندي ولسه ما دفعتلوش مرتبه، فانا عليا التزام للموظف. عليا التزام للبنك، ما دفعت، اديت خدت منه قرض، فانا عليا التزام للبنك هنا. الملاك دول بقى اللي هم ايه؟ اللي حطوا فلوس في الشركه بسبب ان هم عايزين يشتغلوا بقى، عايزين يبقوا ملاك. انا مالك في الشركه فعايز احط فلوس في الشركه ونشتغل ونكبر والشركه تكبر والكلام ده. فهو حط فلوس، جت منين؟ من الملاك. والله مالك حط معده،
قال لي انا هحط لكم معده يا جماعه، اهو حط معده هنا، الاصل زاد والمالك زاد، فهنا اهو ده زاد ده زاد، المعادله ما اتاثرتش، الكاش زاد المالك زاد، الانفنتوري زاد الالتزام زاد، فده زاد وده زاد، المعادله اللي يساوي ما تاثرش. هي دي الفكره بتاعت المعادله المحاسبيه اللي احنا هنفضل نشتغل عليها الفتره اللي جايه بالكامل. هنبدا بقى في الشغل العملي وهنعرف ازاي بنشتغل على المعادله ديت في المرات اللي جايه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.